كله في اوضه النوم يا جدعان. ما بتعمليش حاجه غير بره اوضه النوم؟ لا هي اوضه النوم والاكل والشرب كل حاجه. غسيل والغسيل كمان. غسيل السجاد. ايوه دي بتعمل فطير مشلتت في اوضه النوم برضه. قال لك كمان علي يا لارا. اغلى حاجه. اقول لك على حاجه، محدش يعرف السر السبب اللي كانت تخلي ام نور تعمل اكل في اوضه النوم الا ابو عمار. شفت بقى؟ طب قولي لي بقى التفاصيل الخاصه بظهورك على السوشيال عارفين ميديا. احنا واقفين على ارض ايه السيده على- زينب. اه طبعا. في النصريه. ايوه. والراجل المحترم ده بتاع أيوة. الحلويات اللي هو ايه؟ حلويات العيد. أيوة. اللي هي السمين. احلى سمين. احلى سمين تاكله. أبو بذمتك الاولاد بيقولوا لك يعني او الاهل والجيران الاصحاب بيقولوا لك بلاش تعملي حاجه في اوضه النوم. هم عارفين ان انا دي عيش. المحتوى بتاعك هو كده. لا هو مش قولة محتوى. محتوى يعني انا مفننه والكلام ده، لكن ديت ايه؟ كان تلقائي ان احنا كده اصلا. طبعهم يا ده طبع فينا ان احنا بنطبخ في يا عم هاني. في ناس عايشه تحت التكييف ومولوده في طبقات عاليه. الناس دي تعب ابوها وامها تعبوا في حياتهم بره. كانوا ساكنين على قدهم اوضه حمام شد، فكده كده يعني بيقوموا يعملوا قبل مكان يغسلوا مواعين في نفس المكان. سؤال. نعم. ما عملتيش لابو عمار حاجه في اوضه النوم بخصوص الكفته او السمك؟ احنا عندنا شقه بصراحه اللي ماشي تمام. قبلها لا المطبخ والله. مطبخ. يعني لو خد، اقسم بالله لو خدت شقه من غير مطبخ ومن غير حمام هعمل مكان، هعمل في اي حته في الشقه. ايوه في الاوضه. طب الناس اللي بتنتقدك بتقولي لها ايه؟ اللي بتنتقدك بتقول يعني اللي بينتقدوني بحبهم. برضو احلى تحيه ليهم طبعا. ده كمان تحيه ببوسه. على راسي. ايه؟ ايوه عشان هي محبوبه واللي متغاظ منها يولع. اللي متغاظ مننا يعمل زينا. صفرة. ايوه اي واحد متغاظ من ام نور صفرة. ايوه صبر. ايوه يا مصر يا نار. ايوه واحده بصرم وواحده بنار. يا ماشي. صرم يا نار هخلي صرم الطرقه زي الفيشون. ايوه كلمتها دي. طب قولي لي كل الجمهور والله العظيم. والله العظيم الناس بتحبك وانت مكسره التيك توك ومكسره التيك توك. ابو عمار وام عمار وفي السيده هنا الناس كلها فرحانه بيهم طبعا. تحيه للسيده طبعا. اسعد يوم النهارده. الحبايب بيتجمعوا بقى. انا بقالي اكتر من سنه ونص ما شفتش والله سنه ونص. واحلى صدفه سنة ونص. هي اللي جمعت الحبايب النهارده. تقولي لجمهورك ايه بقى؟ تحياتي لجمهور القمر. قلبي. انتظروني مرة جديد تانية. شديد. في ايه تاني؟ حاجات كتير بقى خلاها مفاجأة. لا ما نفهم حاجة. اللي بيعمل ايه؟ اللي بيعمل ما بيقولش. ايوه. عشان ما تتحرقش. اقول لك أيوة. انا راجل فوضى. يلا انتظروا ام نور وانتظروا ام عمار يعملوا محل اكل بيتي يعني كفته ومحشي. هتيجوا تزيدوا بإذن ربنا. بإذن الله. الله. لا تعالي هنا. راس المال بقى. هتهربي انتوا بس بقى فيش اوضه نوم خلاص كده. ده محل. انا يا جماعه هتسموه ايه؟ انا على وضعي في اوضه النوم. انت على وضعك في كل مكان. يوميات ام نور يوميات ام نور وام عمار. احلى ام عمار. المطعم هيبقى اسمه يوميات ام نور وام عمار. عمار اللي بيضربوا نار. هيبيع ايه بقى؟ ما تقوليش كفته. لا كل الاكلات كفته واللي بقى ربنا هيقسم فيه. يعني انت لو عايز طبق محشي كل حاجه عليه ورك هتقول مثلا ب 35. هنمشي الحال. محشي بورك. لو محشي حاف ب 15 جنيه. لا ما ايه؟ قلت ايه؟ شفتش الملوخيه عند ام عمار وام نور المصريه. واختم بالجمله الجميله دي وان شاء الله ربنا يوفقكم ودايما مكسرين الدنيا. شكرا. عليكم السلام ورحمه الله. برازيلي بقى انت هتبقى ايه معاهم؟ دليفري. انا الشيف. لا ولا شايط على الاكل. هتبقى